كمل كملي يا أختي كمل. انطلقت مساء أمس الحلقة الأولى من برنامج الليلة مع بدر صالح، وتعتبر هذه التجربة الأولى له على التلفزيون بعد أن سطع نجمه على يوتيوب من خلال برنامجه إيش اللي، والذي حقق فيه أعلى نسب مشاهدة. طبعا يستضيف البرنامج ضيوفا من الوسط الفني في حوار كوميدي خفيف على طريقة التوك شو لاكتشاف الوجه الآخر لهم، ويعرض كل مساء ثلاثاء الساعة 9:30 بتوقيت السعودية. طبعا للحديث عن البرنامج ينضم إلينا مقدم البرنامج النجم بدر صالح. طبعا أنت شايفنا بدر؟ صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ السلام عليكم. تفضل. أهلا وسهلا. حالك كثير. كويس. صبح بالخير. الله ينور. بدر يا بدر، اهلا وسهلا. يلا حيا. شكلك كان في احتفالات أمس. لا والله ما كان احتفالات، بس قاعد اراجع اشوف في قطن هنا بس حق المخدر. صباح الخير. صباح النور. كيف الامور؟ طيب ان شاء الله. والله كويس الحمد لله. طيب نبارك لك اول شيء انطلاق البرنامج. امس يعني الهاشتاج تبع البرنامج حقق ترند عالمي في تويتر. اوه نايس. ايوه جميل. على اساس ما مو داري. لا والله انا قاعد اقرا في السناب شات، لانه في تويتر شايفهم حقق يعني ترند، بس انه تباينت الآراء ما بين مؤيد وما بين معارض. يعني كأنه في ناس يقولوا لا يا ريتك يا بدر في اليوتيوب مش عارف ايش وكذا، ما ادري يمكن تعودوا عليك في اليوتيوب، اختلف عليك التلفزيون. نبغى تعليقك. طبعا تعليقات زي ما انت قلت انقسمت الى ايجابيات وسلبيات. سيب الايجابيات هذول انا احبهم مره. خليهم. ايوه خليهم على ده. هذا السلبيات ينقسموا برضه. في اللي هم اللي طيب هذه من الايجابيات. يلا عشان نصبح عليك شيء بس يا كويس. الله يخليك. راح نبدا بالايجابيات بس ما تعرف. بعدين نغير. هو جدا برنامج يموت ضحك لين الحين. اتذكر اللي تبغى تنتحر بحادث واضحك عندي كانها مجنونه. خشوا علينا بالسلبيه. لا اله الا الله. خشوا علينا بالسلبيه. الثانيه برنامج الليله مع بدر صالح لم يرتقي مستوى تطلعات المشاهدين. ايوه. وخاصه من يعرف امكانيه بدر الرائع ولستوا مع انتقالهم. احنا سالناهم اذا انتم مع انتقال. هذا انتقاد هذا رهيب. انتقاد لا اللي قريته امس في الليل مو كذا. هذا جميل، هذا رائع. انتقاد محب هذا. يعني. فانت يعني كيف تعلق على تباين الاراء، ويعني ممكن انت محضر لهم شيء جديد الحلقات الجايه، يعني اكيد عندك كلام، يعني قول وعرف الساده المشاهدين. فضل. وهذه فرصتك. طيب يعني وتنا في زي ما قلت لك التعليقات، في اللي ما يحبني هذا انا خاصه المفروض ما اهتم في كلامه، لانه خلاص اوريدي بيكرهني. وفي الناس اللي زي كذا ما شاء الله عليهم، اللي حسيت انه هو يتفرج البرنامج واحيانا يتفرج بنظره الناقد زياده عن اللزوم، ويعطيه الف عافيه، بس كنت ابغاه ينبسط اكثر. يعني يترك نفسه ويتفرج. بالنسبه لي واضح البرنامج لو واحد يتفرج عليه، ان شاء الله تكون تفرجتوا عليه، كان في مجال كبير واسع للتحسن. ويعطيك برنامج الليله يعطيك هذا الشيء، يعني يمديك تخرج تسوي سكتش، يمديك تسوي اشياء مره مجنونه، يمدينا نجيب 3 ضيوف مع بعض، يمدينا نسوي، يعني ما احنا محدودين لشيء معين عشان هذا. يعطيك مساحه اكثر طبعا. ايوه في مساحه كبيره للتحسن وانك تروح تتجنن وتسوي اشياء حلوه. طب بدر بامانه، اذا طلبنا انه انت تنتقد نفسك، ايش انتقادك للحلقه؟ يعني هل شفت انه انت فعلا قدمت اللي قادر بدر يقدمه؟ وايش هو اسوء، يعني انت لما بديت البرنامج ايش اسوء تعليق ممكن يجرحك؟ انك مثلا سامج ثقيل دم، هل هذه تجرحك؟ هذه خلاص تعود عليها 6 سنين. صار 6 سنين سامج وثقيل دم؟ اي يعني عند بعض الناس يعني ما هذه مو هذا التعليق. في واحد اكثر من شخص صراحه مو قهرني وزعلني، يعني ما في تعليقات صارت تقهرني وتزعلني، خلاص في ميون. حلو. انه انا ماني مرتاح زي ما انا مرتاح في ايش اللي. طبعا هذا يعني يزعلني، المفروض انا خلاص صرت انسان محترف ولازم اكون مرتاح في كل مكان. انت توافق هذا شيء بيني وبين نفسي المفروض اقول نفسي. انت توافق هذا الراي؟ يعني فعلا مش مرتاح كنت؟ لا اقول انا قاعد اقول مختلف، مو ماني مرتاح. مختلف يعني
ايوه يحتاج ارتاح اكثر الصراحه. طيب ممتاز. بس تحس مكان كبير. فخامة البرنامج وقوته له تأثير، انعكس بتأثير عليك؟ مره أي. مره. اول شيء مثلا لو تاخرت زي هذه المره يعني ايوه احنا ما حبينا. احنا ما قلنا، انت جبت العيد في نفسك، احنا ما لنا دخل. قلت ايش حق انا؟ ماليش دعوه. يوم التصوير، يوم التصوير اي تخبيص ولا لازم تقصير التزام يعني. ولا حاجه ولا شيء، انا يمكن قاعد ازعل اثنين من اصحابي اقدر ابوسهم بعدين يمشي الحال. بس تعرف كميه الناس اللي ورا البرنامج كم؟ يفجع. غير الجمهور طبعا وفي مشاهدين وفي 8 كاميرات وفي مدري يعني، والمسرح كبير يعني. انت لو تشوف المكان اللي انا اصور فيه شلي كله 4 في 4، الكاميرا هنا هنا 8 كاميرات والدنيا وكل الناس ورا الكاميرا، فاحس برنامج ضخم، برودكشن ضخم، مرة. قناة كمان ضخمة، وانا ما اقدر اسوي الحركات هذه. مسؤولية كبيرة عليك بدر، وحتتحمل كمان المسؤولية زيادة الضغط الجمهور عليك. اللي بس أحب أسألك إياه يعني طريقة وأسلوب برامج التوك شو، وبالتحديد أسلوب البرنامج الليلة مع بدر يحاكي نفس أسلوب برنامج ذا لايت نايت شو. فيعني أنت لما تقارن البرنامج، هل العالم العربي فعلا قادر أنه يضيف على مثل هذه البرامج نكهة خاصة بحيث تتميز عنها؟ لأنه ما يمديك تاخذها زي ما هيش، ما يمديك. صحيح. ما يمديك تاخذ، وهذا الشيء اللي صراحه نجح الشلي يشبه كثير برنامج ري ويليام جونسون. ولما سويناها في البدايه كان هم اياد مغازل والناس اللي موجودين في يوتير كانوا يبغوا يسووا برنامج زي ده، بس انا في عقلي انا ما كنت اعرفه، فكونت برنامج مناسب ومناسب للمشاهدين، فقام ايش صار شلي يشبهه بس ما هو. دحين هنا في هذا عندي شويه معكوس الموضوع، لانه انا ابغى اسوي شيء زي هذا. ابغى اسوي شيء زي الليت نايت شوز مره، لدرجه انه يعني امس كنا اجتمعنا اجتماع صغير مع الكتاب، صار يقول بدر يعني فكرونا الموضوع ايش اللي انه انت كنت رافض تماما، حتى وانت عرفت انك قاعد تقلد ما ابغى اشوفه، ما بقلده، ما ابغى اتسمم بافكاره، ابغى اسوي له هويه خاصه، لانه المشاهد العربي يختلف تماما عن المشاهد الامريكي او الاجنبي. فلازم البرنامج صح احنا حاولنا نقلد الليت نايت شو، بس دحين لازم مع الحلقات اللي قدام يبدا يتشكل ويتعرب اكثر. صحيح. يبدا يصير عربي اكثر، يتناسب مع المشاهد العربي اكثر من المشاهد الاجنبي. وهذا بدر كمان في البعض يقول انه ان البرنامج فيه او شبيه او استنساخ او تقليد مثلا لبرنامج اروى، في تم طبعا مقارنتك بباسم يوسف. كيف ترد عليهم؟ وهل فعلا الكوميديا انتقلت من لبنان الى مصر الى السعوديه؟ لا 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 لا، يعني ينفع تقول مثلا برشلونه يقلدوا ريال مدريد؟ اعوذ بالله. مثلا ما يمديك، ولا يمكن. ما يمديك. يقول لك مثلا تعرف ايش مشكله برشلونه؟ انهم يقلدوا ريال مدريد، كلهم يلبسوا نفس طقم واحد، وكلهم يلعبوا في زرع اخضر، وكلهم يلعبوا بكوره مدوره. هذه الليت نايت شوز هذه رياضه وكلنا قاعدين نلعبها. مين افضل من الثاني هذه مشكله ثانيه، بس ما حد يجي يقول ان هذه رياضه واحده. اروى لعبتها وباسم يوسف لعبها وعادل كرم لعبها، كلنا لعبناها. من يتميز الاهم؟ ومين اللي يتميز، مين اللي يصير افضل، بس هذه هي، ما حد يقلد الثاني. ما حد يقلد. بدر الان يعني الانتقال من اليوتيوب لعالم التلفزيون، انت انتقلت بفريقك. نعم. فريق الكتابه ايش اللي على برنامج بهذه الضخامه. تتوقع انه هذه حتكون نقطة ايجابية تسجل للبرنامج او نقطة سلبية لانه مو متعودين على برنامج بهذا الحجم؟ لا ان شاء الله نقطة ايجابية ان شاء الله، لانه 6 سنين من الكتابة، العيال معايا بعضهم 5 سنين يعني ما كان معايا من البداية، بس برضو اتوقع يعني الشيء اللي ما كان هين، يعني الشيء اللي نجاحه يثبت انه هذول العيال او هذول الكتاب عندهم شيء لطيف يقولوا صح. ما متعودين يكتبوا ساعة، صح مو متعودين يسووا رننج اوردر وكيوز ومدري ايش، بس احسن من غيرهم. يعني انا يمديني اجيب شخص مثلا جاهز اكثر منهم، يمديني اجيب واحد فله اكثر منهم، اجيبه من القهوه كذا ولا من الفله كذا، بس هم يعني هم في النص دحين. بس باختصار شديد سؤالين، شعرك شيب اصلي ولا ستايل؟ لا شيب اصلي. شيب اصلي. انت كنت رافض الانتقال الى التلفزيون خوفا من مساحه الحريه، ما زلت خائف ولا؟
لا انا كنت خاف التلفزيون عشان لانك اذا خبصت التلفزيون انت خبصت بقيه حياتك. انتبه لا تخبص. لا ما انا ولا لا. تأخر. بدر انتبه. صالح، شكرا جزيلا لك. قبل ان نودعكم نعلمكم اننا سنستضيف غدا نجوم ذا فويس كيدز في استوديو صباح العربيه، متواجدين في دبي لاحياء حفل كبير ليله الجمعه. كونوا على الموعد، في امان الله.